بسم الله الرحمن الرحيم. زهقنا بقى من اللحمة ومن أكلات العيد. تعالوا بقى اما نخش على أكلات البطاطس الحلوة اللي هتعجبك قوي وطعمة وجميلة يا حبيبتي. حطي كده بقى الحقي كده أو طاسة أو أي حاجة على النار فيها شوية من الزيت كده، معاك بطاطس شرايح مقطعاها كلها شرايح شرايح كده بالطريقة دي أو أي تقطيع تحبيها. ننزل بيها على شوية الزيت الحلوين اللي حطيناهم على نار تكون متوسطة، ما تكونش حامية قوي. وتعالي معايا خرطي لك بقى بصلتين كبار حلقات وطماطم شرايح، وانزلي بالطماطم الشرايح وعليها برضو حلقات كده من البصل، وارجعي انزلي تاني بشرايح بصل وطماطم، يعني شكلي كده. ومعانا حبة كزبرة حلوين كده مغسولين ومتنضفين نخرطهم وننزل بيهم برضو كده على على وش الصينية الحلوة اللي احنا عملناها ديت. وما تنسيش تحطي لي اللايك الجميل منك واشتراك حلو منك وكومنت يفرحني ويسعدني. الله الله على الجمال يا ولاه، احلى صينية بطاطس تاكليها في 5 دقايق بتكوني عاملاها. وده المكون بقى الجديد اللي هو بصي هيخلي صينية البطاطس تروح معاكي في مكان تاني. حتة زبدة فلاحي كده بقى مع شوية الزيت اللي حطيتيهم تتفسيها في قلب الصينية والصلاة على النبي. اتفرجي على حلاوتها وريحتها بتجيب اخر الشارع. حطي معلقة بهارات مشكل او معلقة كمون وكزبرة على حسب الموجود عندك، وملحي بقى طبعا صينيتك الجميلة ديت، واضربها تقليبة كده او غطيها زي ما هي على نفس الوضع ده، وسيبيها بس ما يكملش 10 دقايق ولا ربع ساعة وتفرجي على حلاوتها وطعمتها. ما شاء الله عليها، طابت واستوت وانهرت من غير ولا نقطة مية. لو انت خايفة بقى ومقلقة من ان هي تمسك منك في الصينية حطي بس ربع كاسة مية صغيرين كده 3 4 معالق. تعالي شوفي بقى بعد ما استوت وغرفناها مع بعض دايبة دوب وطعمها جميل جدا بالزبدة الفلاحي. وبألف هنا وشفا على قلوبكم، يا رب تكون الوصفة عجبتكم واستنوني في الفيديو اللي جاي أحلى إن شاء الله. وصفات خفيفة وممتعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب المتابعين كلكم ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو يسعدني ويفرحني.